انا طالع اكلمك عن تطبيق جيميناي. التطبيق اللي اطلقته شركه جوجل. التطبيق ده شبه كده للشات جي بي تي، مرتبط بالذكاء الاصطناعي، بس ده خاص بشركه جوجل. تمام. صراحه انا لما استخدمت التطبيق فضلته عن الشات جي بي تي، حتى كمان في التسجيل او مثلا لو حبيت ان انت تستخدمه سهل جدا. كل اللي عليك بتبدا تروح تعمل سيرش على جوجل، تكتب اسم التطبيق جيميناي زي ما ظهر قدامك كده، وهتبدا تروح على اول اختيار هيجي لك. وبعد ما هتدخل طبعا انت علشان جديد هيبدا يجي لك شويه شروط كده تبدا يعمل موافق عليها، وبعد كده التطبيق او الموقع هيبقى جاهز معاك ان انت تساله وهيجي لك الاجابه بشكل مختصر. انا هساله كده بعض الاسئله قدامك وهيبدا يجي لي الاجابه على طول وبشكل مختصر. اساله بالعربي او بالانجليزي براحتك، مفيش اي مشكله. يعني انا هنا بقول له استرجاع حساب الفيسبوك بتاعي، هيبدا يجي لي كده كل الحلول اللي اقدر اعملها علشان ارجع الحساب بتاعي على الفيسبوك. طيب عندي مشكله مثلا في الشاشه بتاعتي، جاي لي كده رساله على الشاشه وانا مش فاهم ايه المشكله دي، فهبدا اصور الرساله دي واجي لجيميناي اقول له عاوز حل او عاوز افهم ايه ده او عاوز احل المشكله دي. فهبدا اصور الصوره واجي ارفعها هنا من الحاجات اللي مديها لك اللي هو علامه الارفاق الستار، او هتلاقي كمان في ريكورد وفي يعني في تكست كمان لو انت عاوز تكتب اي حاجه اكتبها وهيبدا يجي لك الحل على طول. يعني متاح لك كذا حاجه، تعمل ريكورد او تعمل تكست او ان انت ترفق صوره على الموقع او التطبيق زي ما هتستخدمه طبعا. تمام. هتبدا ترفع الصوره وهيجي لك بقى الحل بكل سهوله او هيفهمك ايه ده. تمام. وفي حاجه تانية طبعا فادتني جدا، يعني مثلا لو انت يوتيوبر وعملت صوره مصغره ومش عارف تجيب عنوان مناسب للفيديو بتاعك، فيبدا كده جيب الصوره المصغره ارفعها على جيميناي، ابدا اقول له عاوز عنوان مناسب للصوره دي، او قول له مثلا عاوز وصف مناسب للصوره دي، هيبدا يجي لك كل حاجه حرفيا انت عاوزها. ولو انت طالب هيفيدك جدا، هيفيدك في حل مسائل، هيفيدك في حل معادلات، عاوز ابحاث، عاوز اي حاجه هيديها لك بشكل مختصر على طول. عكس طبعا لو هتروح تعمل سيرش في جوجل العادي هيفتح لك اكتر من ويب سايت واعلانات ومواويل كتير قوي هتخنقك ومش هتخليك توصل للحاجه اللي انت عاوزها. فالتطبيق ده بيوفر لك كل حاجه بشكل سريع وتقدر تستخدمه في كل حاجه في حياتك حرفيا. طبعا انا كده اديتك نبذه عنه، انت لو عاوز تفهم بقى اكتر ممكن تروح تساله هو حرفيا، تقول له ايه هو جيميناي او تبدا تساله هيجاوبك على طول. ده كان فيديو النهارده، اتمنى لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت علشان ده بيشجعني ان انا استمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.